صفقة القرن والضحك مستمر في انتخابات نادي الزمالك يا جدعان. ومين اللي مرشح نفسه بقى؟ مين اللي مرشح نفسه؟ محمد كشري. محمد كشري التحرير يا جدعان مرشح نفسه رسميا لرئاسة نادي الزمالك، وعامل لهم عروض والمخلل هدية والصلصة زيادة عشان احنا هاجمناهم بالرز البسمتي يعني على رأي الحاج، فهم بقى قالوا يبقى كشري بقى هو رئيسنا. وبعدين ما هو فعلا خلي بالكم ده بيثبت ان فعلا ما هو نادي الزمالك هي صفقة القرن بالنسبة له دلوقتي، هي علبة كشري. انتوا مش هتعرفوا تشتروا غير الكشري عشان انتوا حصالة ومديونين وعليكوا ديون متلتلة كل شوية بالملايين، ملايين الدولارات من الفيفا، وزهقوا منكم الناس دي يا جدعان. في اخرك الفترة الجاية ان انت هتشتري للعيبة كل واحد علبة كشري. فمحمد كشري هو الاولى بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني. لايك وشير للفيديو ده دعما منكم لاخوكم الاهلاوي. ونضحك بقى شوية، ونضحك على الضحك اللي بيقدمه نادي الزمالك. وتعالوا عشان في خبر مهم قوي 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 بيخص حبيبنا، بيخص ابن الجزيرة، بيخص ابن النادي الاهلي يا جدعان، مش تونس، لا. تسلم تونس، تسلم تونس على علي معلول. وخبر هيفرح كل جماهير النادي الاهلي. يا كابتن ضبش، يا كابتن ضبش، يا اللي قلت في باك او في مدافع اجنبي اهلاوي اخد افريقيا مع الاهلي هيروح الزمالك. في مين غيره؟ بدر بنون يعني، ما هو مشى من زمان. كان في مين غيره؟ كان قصده على علي معلول. وهقول لكم خبر حلو قوي، حلو على قلوب كل الاهلاويه عن علي معلول. بس تابع معايا، نبدا بالضحك. رسميا يعلن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك محمد كشري التحرير. هجيب لعيبه من الدوري الانجليزي وهعمل صفقات قويه. لا ده مدقدق، ده شكله كده مدقدق. هو ده بقى يا جدعان، هو ده يا جدعان رئيسكم عشان تلاقوا تاكلوا. ما الديون خلاص، الديون حصرة النادي، الدنيا بايظه. فهو ده هيظبط لكم علبه كشري لكل لعيب. وخلص الشغله، وخلص الشغله وتعشت كده بقى بجد، هتبقى تعشت. الخبر التاني وهو تأكيدا من كابتن أحمد شوبير. كابتن أحمد شوبير بيقول لك إيه؟ ما هو الكلاحة دي لازم تاخدوا لكم حتة كلاحة كده، يا بائس يا محلي. أحمد شوبير بيقول لك محمد صبحي ينتظر حد يكلمه من النادي الأهلي. الزملكاوية هيتضايقوا مني وهيطلع مليون نفي، لكن هذه الحقيقة. هو وصل الكلام لحمو شوبير الصغير وزميله بقى. قال له بقول لك ايه، انا عايز اجي الاهلي. وصل كده للكابتن شوبير، قول له انا زهقت من النادي ده، انا عايز اجي الاهلي، عايز حد بس يكلمني. ومن ساعتها الخطيب منع اي عضو يخش بتليفونه، خلى التليفونات كلها في الخزن. مش عايز حد يكلمه. حد يكلم مين يا اسطى؟ حد يكلم مين يا صبحي؟ يا صبحي انت كان اخرك فيوتشر يا صبحي. فكك بقى من الكلام ده. مش احنا اللي بنتختم؟ مش احنا اللي هندفع 20 مليون في حارس لسه ناشئ، وفي حارس اصلا على الله يعني ما شفناش منه حاجة. انت بتتمجد هناك في 100 عقبة، في 100 عقبة انت الحارس رقم 1. وكابتن ميزو العالمي اللي قالك هو ليه منتخب مصر ما فيهوش غير الشناوي؟ هو فين احمد الشناوي؟ وفين محمد صبحي؟ وفين جنش؟ هو فعلا يا كابتن ميدو انت عندك حق، هو فين جنش؟ هو فين صبحي؟ هو فين احمد الشناوي؟ هم فعلا فين؟ يعني هو كان بيستفسر يا جدعان، هو ما كانش معترض على ان الشناوي يبقى حارس مصر، هو كان بيستفسر. لان فعلا يا كابتن ميدو يا عالمي، هو فين الشناوي؟ احمد الشناوي؟ هو فين جنش؟ هو فين محمد صبحي؟ هو فين محمد عواد؟ الاسامي دي كلها تألقت شهر، او يا عم انا هديهم من عندي، تألقت سنة مع الزمالك. وكل حارس في دول اتقال عنه ان هو خليفة الحضري، وان هو الاولى بقيادة وحراسة منتخب مصر لسنين قدام. اختفى احمد الشناوي، اختفى جنش، اختفى محمد صبحي وعواد، وكل دول كانوا في الزمالك، الحراس الاربعة بتوع الزمالك. فانت لو بتتنبأ لهم بان هم افضل حراس لمنتخب مصر، فالزمالك نفسه سابهم. الزمالك نفسه مش عارف يستقر على حارس فيهم لما كانوا الاربعة موجودين. ولما صفصفت على 3 حراس
جنش وعواد وصبحي، برضو الزمالك ما كانش عارف يستقر على واحد فيهم. كل شويه واحد يتألق ويرجع تاني يتعوج ويرجع تاني يخش في جوان حصاله، ولحد اما بقوا 2 عواد وصبحي برضو مش عارفين يحطوا حارس اساسي. انت بقالك 5 سنين يا بائس يا محلي ما لعبتش بحارس اساسي موسم كامل على بعضه. مش هقولك يا عم 2 3 موسم كامل على بعضه. انت بقالك 5 6 سنين مش عارف تلعب بحارس اساسي. ويقول لك الشناوي قريب من الحراس الموجوده اللي بسم الله ما شاء الله 6 7 سنين هو حارس الاهلي والمنتخب. ما حصلتش في النادي الاهلي من بعد عصام الحضري. من بعد عصام الحضري الاهلي غير مليون حارس بما فيهم الشناوي نفسه. ولكن ان الشناوي بسم الله ما شاء الله 5 6 مواسم ثابت بمستوى بسم الله ما شاء الله، ما حصلتش من بعد عصام الحضري. فعشان تعرف يا بائس يا محلي ويا كابتن ضبش يا بتاع التليفونات يا اللي بتقول علينا بتوع الكروت الفكه، هو انت مش بتقول يا كابتن ضبش ان النادي الاهلي ما بيستفدش من ناشئينه؟ الحارس الاول في النادي الاهلي وفي مصر وفي افريقيا، يعني افضل حارس في افريقيا غير محترف يعني محمد الشناوي اللي من ناشئين الاهلي يا كابتن ضبش، واللي خد افضل لاعب في افريقيا احسن حارس داخل القاره يا كابتن ضبش اللي هو من ناشئين الاهلي، يا اللي بتقول الاهلي بيصرف ملايين على الناشئين وما بيطلعش لعيبه. فاي كلام في الهجايس، اي كلام في الهجايس. وتعالوا بقى كابتن علي معلول اللي برضه كابتن ضبش قال لك ان في مدافع اجنبي في الاهلي هيمضي للزمالك. كان الكلام ده قبل ما علي معلول يجدد. طبعا احنا كلنا كنا بنضحك، ده ضحك، لان احنا عارفين لاعيبتنا، واللعيب اللي هيمشي من عندنا احنا بنبقى عارفين قبل حتى ما وكيلكو يعرف. احنا كنا عارفين ان رمضان ماشي، محدش من جماهير الاهلي اتفاجئ، لان خلاص امير قال له قدامك 5 دقايق وتفكر، مش قاعد يمطوح فينا زي فتوح لحد دلوقتي. الاهلي يضع علي معلول القائد الثاني للفريق خلف محمد الشناوي وذلك ضمن بنود عقده الجديد. الاحمر اتفق رسميا مع علي معلول على تمديد عقده حتى 2025 وسيمتلك نفس اولوية محمد هاني في ارتداء شارة القيادة. تسلمي يا تونس، تسلم البطن اللي جابتك يا كابتن علي معلول قائد النادي الاهلي. ابن التالتة شمال ده مش تونسي يا جدعان، انا مش عارف ليه مش في المنتخب. كابتن علي معلول اخيرا بقى، اخيرا حلم جماهير النادي الاهلي هيتحقق، وهو انه يشوف الشارة على كابتن علي معلول قبل ما يعتزل. شفت طموحنا ايه؟ شفت طموحنا ايه يا بائس يا محلي؟ 5 في عينك، 5 في عينك بسم الله ما شاء الله. طموحنا ان احنا نشوف علي معلول الكابتن، عشان كل البطولات الممكنة حققناها باستثناء كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله هنحققه. بس كده، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. سلام.